الاهلي طبعا بصفقاته الكبيره نادي المليار جنيه، بغض النظر عن رحيل وسام والكلام ده، بس النادي الاهلي برضه فيه لعيبه جامده. النادي الاهلي طبعا هيبقى المرشح رقم واحد للبطوله، ونادي بيراميدز ونادي الزمالك. نادي الزمالك برضه دعم تدعيمات قويه جدا، جاب 5 صفقات لحد دلوقتي، بدا يطور في الاجانب، جاب لعيبه تحت السن. نادي الزمالك برضه هيبقى في الصوره، مش هيبقى زي السنه اللي فاتت يعني. ممكن نادي الزمالك برضه ينافس على اللقب ان شاء الله بالتدعيمات الجديده، وجون ادواردو اللي بشهاده الفريق وغرامات، واللعيبه هتظبط حالها. اللي مش هيتعادل مع السلامه يا باشا، زي احمد فتوح كده نجم الفريق، اتعوجت مع السلامه، ما بيشغلناش حد. روح بقى نادي بيراميدز. نادي بيراميدز طبعا في الصوره، نادي بيراميدز لازم يكون في الصوره على طول، امكانيات ماديه كبيره جدا، وحافظ على قوامه الاساسي. هو بغض النظر عن بيستون مايلي ماشي، بس في لعيبه جامده جدا في نادي بيراميدز. نادي بيراميدز عنده فرقتين وبيدعم برضه. انا شايف ان النادي بيراميدز والنادي الاهلي عندهم افضل لعيبه مصريين، يعني كواليتي لاعب مصري فيهم. يعني مثلا عندك مهند لاشين، عندك الاهلي مروان عطيه. ان شاء الله برضه نادي الزمالك بدا يعلي الجوده شويه، وان شاء الله هننافس برضه الموسم القادم. اهم حاجه، الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها، عوده الجماهير. جماهير، جماهير هي روح كرة القدم يا جماعة يعني. الدوري المصري حتى لو كان جامد من غير جماهير ولا حاجة، لازم جماهير. إن شاء الله المسؤولين يزودوا عدد الجماهير شوية. هو كان تقريبا 10,000 في كل فريق، إن شاء الله الاستاد يتملي، وإن شاء الله الدوري المصري يرجع زي الأول قبل 2011، ويبقى أفضل دوري في المنطقة العربية، أو حتى قريب من الدوري